السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كماليا فريد ودي قناتي. هنبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معايا هنا بقى صلصة متسبكة، يعني جاهزة تطلعيها كده من الفريزر تعملي بيها أكلك على طول. تمام، احنا النهارده بقى هنفرزها مع بعض كده عشان رمضان. كل سنة وانتم طيبين. احنا بنحاول ان احنا نكسب وقت في رمضان، ويعني دي تبقى حاجة كويسة ان انتي تعرفي تتعبدي وتقري في مصحفك، تصلي، تذكري الله، يبقى عندك وقت فاضي تقعدي فيه شوية مع ولادك، تشوفي بيتك، تشوفي اي حاجة. فعشان كده احنا ايه، هنعمل التسبيكة دي مع بعض كده ونفرزها رمضان ان شاء الله. معايا هنا بقى حلة. طبعا الصلصة دي انا بفرزها لأي نوع طبيخ انت عايزة تطبخيه. عفوا، معلش انا اسفة. احط هنا بقى كده معايا ايه في الحلة، حتة زبدة، اي دهون عندك حطيها. عايزه تعملي بزيت بس اعملي، عايزه تعملي بزبدة بس، سمنة، ده على ده، اللي متاح عندك واللي انت عايزاه اعملي. انا هنا حطيت زيت وحطيت زبدة. اذكروا الله يا جماعة، اذكروا الله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، وصلوا على الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وحوقلوا واستغفروا وادعوا لولادكم. أيام دي أيام مفترجة كده، وربنا بيتقبل الدعاء، فادعوا لهم كتير وادعوا لنفسكم كتير وادعوا لأمة محمد. ربنا يتقبل منا ويرزقنا قبول الدعاء يا رب إن شاء الله. أنا مش عارفة أنا مطولة ليه في تسيح الزبدة، يعني في إيه. معايا هنا بقى بصل مفروم على حسب الكمية اللي انتي عايزاها. شوفي انتي عايزة تعملي قد ايه واعملي بقى البصل بتاعك زي ما انتي عايزة بقى. 3 بصلات، 4 بصلات، بصلتين، على حسب كمية الطماطم والكمية اللي انتي عايزة تعمليها يعني وتسبكيها. انا بشوحها كده. انا عايزاها تدبل، اللي هي مش تحمر طبعا، لا هي تدبل كده، تاخد اللون اللي هو الاوف وايت ده. ايدك فيها طبعا عشان ما تتلسعش. معلش على الصوت بتاع الجيران، معلش. الولاد بيلعبوا في البلكونة، معلش انا اسفة. هي هنا هي ابتدت ان هي تدبل اهي معايا. انا بقى ضاربة الطماطم في الخلاط ومصفياها حلو قوي. عايزة تحطي صلصة حطي، بس انا لما بحط صلصة بحب احطها في البصلة الاول تتشوح، واشوحها مع البصلة كده يعني، وبعد كده احط الطماطم. وممكن يعني تحطيها في قلب الطماطم كده عادي يعني. هي هنا كده دخلت كده بقى ايه على التسبيك. بصوا ابتدت اللي هي ايه، تنطر الايدام بتاعها، تنطر الايدام بتاعها اللي هو ايه، يبقى على الوش كده يعني. الدهون اللي انا حطيتها، بصوا انا نسيت احط الصلصه فحطيتها في الاخر، مفيش مشكله يعني، بس انا دايما بحب اعملها في الاول يعني، بتعزز اللون بتاعها، لان يعني ايه، تحسي ان لون الطماطم فاتحه شويه، فالصلصه بتديها او معجون الصلصه ده بيديها لون اغمق شويه، فبيديها لون حلو كده. حطيت بقى معلقه هريسه شطه. حطي بقى بهاراتك اللي انت حباها، يعني اي بهارات انت بتحبيها حطيها. توم باودر بقى، بصل باودر، كمون، شطة، كزبرة، بابريكا، يعني اللي انت حباه حطيه.
ما تقيديش نفسك باي حاجه، اللي متاح عندك في البيت واللي موجود حطي منه. يعني انا حطيت كركم، انا بحب الكركم جدا، طول ما هو عندي لازم احطه في اي اكل. صحي جدا يا جماعه والله، كويس جدا يعني. انا تقريبا حطيت كل البهارات اللي كانت موجوده عندي، يعني كزبره وفلفل اسمر وكركم وكمون وشطه اللهم صل على النبي، وتوم باودر وبصل باودر، كله. الحاجات دي والله بتدي للصلصه طعم حلو قوي. 7 بهارات. قلبي بقى. ده الملح. طبعا الملح على حسب ما انتي حابه، ممكن ما تحطيش الملح، ممكن تحطيه اما تطلعيه علشان تعملي الاكل، وانتي بتعملي الاكل بيه ممكن تحطيه، بس عشان ما تبقيش ناسيه يعني، تبقي انتي فاكره ان انتي حاطه كل حاجه. تدوقي بقى ساعتها هي محتاجه ملح ولا لا. تنسوش يا جماعه بقى اللايك، كومنت حلو منكم، سبسكرايب، واللي اول مره يشوف القناه يا ريت يدعمنا بقى كده. هي كده بصوا نطرت قدامها خالص، يعني كده هي كده اتسبكت معايا خلاص. معلش على الدخان. انا مهديه النار على فكره، يعني انا غليت غليتين على نار عاليه، بعد كده هديت النار يعني على وسط كده، ولما بتدخل على التسبيكه كده بالطريقه دي بهدي النار خالص. انا كده حطيتها بقى في علبه، انت حطيها زي ما انت عايزه، في برطمانات، في علبه، بس انا حطيتها في علبه عشان احطها في الفريزر وابقى مطمنه يعني. يا رب طريقتي تعجبكم، وهي طريقة سهلة جدا مفيهاش اي حاجة، طريقة بنعملها لأي نوع اكل احنا بنعمله، اي نوع طبيخ احنا بنعمله. ده للمحشي، يعني احنا فرزنا الكرنب مع بعض، فده ممكن ينفع للمحشي، هيبقى سهل قوي، تطلعي الصلصة وتطلعي الكرنب يفكوا، وهتحشي على طول شوية الرز والخضرة وخلاص. ممكن الخضرة كمان تضربيها في الكبة وتحطيها في اكياس وتحطيها في الفريزر، او في علبة في الفريزر، هتطلع زي الفل، ما فيهاش اي حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.